إذا هو ستر العورة وشبع البطن وأمن في مكانك، اللي عندك في بركة. لكن خايفين من الفقر وخايفين، وأكذب كذبة في الحياة كلمة تسمى المستقبل. أنا أأمن مستقبل أبنائي. ادرس يا بني حتى تؤمن مستقبلك. المستقبل فين؟ المستقبل فريق في الجنة وفريق في السعير. من قال لك أن المستقبل فوق الأرض؟ لأن المستقبل ما يستقبلك ولا تموت بعده، وما في نعمة إلا وتموت بعدها. أن المستقبل تتخرج، طيب تخرجنا، طيب وصلنا للتخرج، طيب المستقبل تتوظف توظفنا، تتزوج تزوجنا، تنجب أنجبنا، وبعدين إلى النار أو إلى الموت. لا، المستقبل وهي الكذبة التي عذبت كثيرا من الآباء وعذبت كثير من الأبناء. مستقبل، لا أقول ضيع الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ادرس يا بني، تفوق يا بني، لكن أعظم أمنية يا بني لا أن أجتمع معك في شقة تجري تحتها المجاري، لا، في قصر في الجنة تجري تحته الأنهار. هذه التربية الحقيقية. ولذلك إذا جعل الإنسان الآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله. أحيانا قلوبنا متشتتة يا أخوان، السعادة بعيدة، خايف من كل شيء، وخايف على الأبناء، وخايف من المرض، وخايف من أيبولا، وخايف من انفلونزا الخنازير، وخايف من يفصل من العمل، وخايف، وهو يصلي كل يوم ويقف إياك نعبد وإياك نستعين. أعطني أذن هذا، كذبت والله، لا عبدت ولا استعنت به. لو كان الاستعانة حقه والإعودية حقه ما يخشى عبد أن يضيع في رزقه في الدنيا، والذي خلقه أجرى عليه الرزق في رحم أمه 9 أشهر لا يدري أين هو. وقلت في محاضرة قديمة أعود، نحن أليس في بطوننا حفرة؟ الحفرة هذه اللي في بطني وبطنك، الحبل السري هذا، تذكرك أن الرزاق هو الله. ليه؟ لأنه كان يرزقك معها، فلما انتهت 9 شهور قطعناها وربطناها، وفتح الله لك بدل طريقين، حليب من ثديين سقائين. اللي ما ضيعنا في حجور أمهاتنا وأرحام أمهاتنا يضيعنا لما أنشابت اللحى وكبرنا وأخذنا ماجستير وثانوي ومتوسط. هذا أحبابي. إذن أنا ابتدأت أخلط بين الأسباب، فاسمحوا لي، لكنه اندفاع لعله مبرر. السعادة التي يبحث عنها هذا أليس البحر هذا؟ لو رأيت رجلا على شاطئ هذا البحر كورنيش الخضر ولابس إحرام يقول لبيك اللهم لبيك، وراكب مقارب ورايح شرق، وش تقول له يا شيخ؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. هذا الطريق لا يوصل إلى مكة، أتحرم وأنت على البحر؟ البحر هذا شرق ومكة غرب. قال الله قادر يجعل مكة شرق. نقول قادر بعد يعطيك عقل غير العقل اللي عندك، لأنه كان يبحث عن مكة في غير طريقها، مثل بعضنا الآن. أعطيك مثال، بعض أبنائنا ما يصلي الفجر جماعة، صح أعيدها، صح، مستقبلهم ضايع، لأنهم يخرجون في الصباح للمخلوق وغابوا عن الخالق. الرزاق من هو؟ مدير الشركة؟ الرزاق ذو القوة المتين هو العلام جل وعلا، الحكيم الغفور الرحيم الملك. إذا كنا نخاف على الاختبارات بعد أسبوعين، خايف على اختبار الفيزياء والكيمياء والرياضيات، وما خفت على اختبار الله لعبده أن يقوم لصلاة الفجر تربية. اسمح لي، أنا أب وعندي أبناء تخرجوا من الجامعة، وعندي عيال توهم في أولى ابتدائي، يعني أب أتكلم بالأبوة. والله إنها تربية فاشلة وسعادة ضائعة يوم نربي أبنائنا عشان ينجح في الرياضيات ويرسب في التوحيد. التوحيد خير من النوم، الله أكبر 4 مرات أكبر، يعني النوم أكبر، طامة وربي. ولذلك بعضنا عذب والده لما كبر. عذبك ليه؟ أنت قاعد تربيه للدنيا، أنت تعبده في الدنيا، أنت تعبده في الرياضيات والإنجليزي والفيزياء والحاسب، أنت ما كنت تعبده لرب العالمين. يا بني صل حتى تكون في ذمة الله فيعلمك ويوفقك ويفهمك. أليس المفهم هو الله؟ أليس المعلم أول معلم في الوجود هو الله؟ وعلم آدم الأسماء. أليس الله فهم سليمان وفهم إبراهيم؟ طيب من اللي فهم أبنائنا؟ ذكاء؟ بعض الأبناء حفظ لما قبل التخرج ضرب عنده الميموري هنا، وصار يهذي بما لا يدري وانتهى.
وبعضهم حفظ وراح خذ بعثة وما رجع من البرازيل ولا من بلجيكا ولا هولندا ولا وخلى أبوه شايب يبكي يتمنى يراه بسكايبي ولا يكلمه. هذه تربية مهترئة، أن نربيهم على أن السعادة فوق الأرض، أو أن السعادة لا يملكها إلا ذكاؤه وحنكته وعلمه. ويل وترى أحبابي إن أحد أسباب الشقاء في الحياة أن بعضنا مؤمن بأفكار خاطئة وبقواعد خاطئة في التربية وفي النظرة للحياة. الحبيب ماذا يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: تعس. لاحظ، تعس ضد التعاسة، ضد ايش؟ ضد السعادة. قال: تعس عبد الدينار. تعس يعني اللي اجمع يا بابا اجمع، وهو يجمع وبيشتري شقة وحادث عند التقاطع ومات. العجيب لما مات الميت الله ما سأل عن كل اللي كان يشتغل من 60 سنة، سأله: من ربك؟ باختصار، هل الله في قلبك؟ هل كان عظيما؟ هل أنت تحبه؟ ترى بعضنا ما يربي نفسه ولا ذريته على حب الله. يحب الريال، يحب الجاكيت، يحب الكرافتة، يحب الثوب، يفصل مدري وش. قال: تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس ولا شيك، وإذا شيك فلا انتقش. عاجز شقي. خرجت يوما لعملي في الرياض وأنا أعمل في وسط الرياض، فقلت أختبر اختبار، ألتفت على الناس في السيارات موقفين عند الإشارات وبيني وبين عملي ساعة كاملة من بيتي إلى وزارة التربية. فلما أن أتلفت يميني ما وجدت أحدا مبتسما، كلهم مكشرين. فلما وصلت آخر إشارة قلت: أعوذ بالناس، الناس مكشرين ليه؟ نزلت المظلة، شفت المراية، أنا مكشر، كلنا خربانة معنا. فقلت: لماذا رحلت الطمأنينة والابتسامة والرضا من وجوه كثير من الناس؟ يا أحبابي، بعضنا لو ياخذ قلم ورقة يحسب الأيام التي سعد فيها وانشرح، والله 60 سنة ما تقدر تطلع 10 أيام. 10 أيام ما تطلعها كاملة، والله مصيبة. طيب أنت مخلوق لمن؟ كلنا يسب الدنيا والناس. طيب الدنيا كما قال الشاعر: بالله عليك الدنيا لمن؟ أنت زعلان عليها ليه؟ هي لك، لماذا لم تسعد؟ انظر في صفحة حياة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا أخي سعداء، يا أخي 3 أشهر ما يأكلون إلا تمرا وسعداء. محمد بن عبد الله صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار، يملك قميص واحد. وفي حديث حسن لما علم أن بزازا من الصحابة أتى بقمص من الشام يتاجر بين مكة والشام، قالت عائشة: لو أرسلنا له يا رسول الله نشتري لك قميصين. قال: من أين؟ من وين يا عائشة؟ قالت: دين، يعني إذا عاد مرة ثانية نعطيه بدل القميص بدرهمين نعطيه 3. قال: إن رضي، إن كان وافق. ذهبوا إليه سألوه: رسول الله يشتري منك دينا. امسك أعصابك لأنك بتزعل، أنا عارف. قال: لا أبيع إلا